النهارده هنتكلم عن قصة مرعبة بس فيها جانب كوميدي يفطس من الضحك. النهارده هنتكلم عن والد فنان معروف. الفنان ده حكى لوالده ان هو بيشوف شبح في البيت، والشبح رايح جاي وماسك فانوس كده، بس بصراحة الشبح طيب ومسالم ما بيعملش اي حاجة. والده بحكم ظابط وقلبه جامد ما بيخافش، فقال له طب خليه كده يطلع لي وانا اوريه. وفعلا طلع له وهو اللي وراه، لدرجة ان هو جراه في الشارع بملابسه الداخلية. قصتنا قصة حقيقية بس كوميدية. النهاردة هنتكلم عن والد الفنان المعروف عزت أبو عوف، اللي بيحكي بيقول ان هما اخدوا فيلة الخواجة سلفادور شيكوريل، صاحب محلات شيكوريل الموجودة لحد وقتنا الحالي. طبعا والخواجة ده كان في حادثة واتقتل في الفيلا دي هو واسرته. فبيقول ان هما لما خدوا الفيلا دي ما كانش يعرفوا بالحادثه دي من الاساس، وطبعا كان اول واحد ظهر للخواجه من اسره عزت أبو عوف يعني، وهو يشوف الخواجه دوت كان قريبهم كان طالب وبيذاكر في اوضه المكتب، وحس ان في نفس كده جنب ودنه ما خدش في باله، وبعد كده لقى ان في حد طالع له من الحيطه وماسك زي فانوس كده ماسكه في ايده. فطبعا الولد يعني امه من كتر الخضه شعره طقطق من الفجعه في ساعتها، شعره كله ابيض. فبيقولوا ان هو كان مسالم وكان رايح جاي عادي بيتمشى في البيت وماسك الفانوس ده او لمبه او شمعه ايا كان، وبعد كده ان هو عمره ما كان بيأذيهم ولا يخوفهم. بس دخل ابو عزت أبو عوف معاه في تحدي. ازاي؟ لما عزت أبو عوف واخواته البنات اللي كانوا عاملين فرقه موسيقيه يعني للي ما يعرفهمش، فقالوا له ان هو بيشوفوا الخواجه ده على طول بيظهر لهم في البيت. الاول الوالد ما صدقش بحكم ان هو ظابط وقلبه جامد، ويعني ما بيصدقش في الحاجات دي ومتعود ان هو بقى على الحروب وما فيش حاجه اسمها كده. فلما قال لهم وهم صمموا ان هم بيشوفوه، قال لهم خلاص بقول لكم ايه، طب خليه كده يطلع لي وانا اوريه. كان قلبه جامد قوي، بس هو فعلا طلع له في يوم. كان يعني الاب هو لوحده في البيت. هتقولوا لي طب فين عزت أبو عوف واخواته البنات؟ كانوا ساعتها في حفله في اسكندريه والاب لوحده في البيت، تمام، والدنيا هدوء وسكون ومفيش حس ولا خبر. مرة واحدة كان بيلحن لحن، ما هو ظابط وملحن برضه، فكان بيلحن. في زمان كانوا بيلحنوا اللحن ازاي؟ يجيبوا كده زي ريكورد، يعني حاجة زي مسجل، تمام، ويلحنوا وهو يسجل النغمة دي المسجل. فطبعا الريكورد دوت اكتشف الوالد عزت أبو عوف ان هو وهو بيلحن النغمه اللي جت على دماغه دي ان الريكورد مقفول. فاتضايق وقال ياه ده انا كده نسيت النغمه، خلاص انا هروح المطبخ اجيب لي كوبايه ميه وارجع تاني يمكن افتكر النغمه دي. وهو راح المطبخ جاب كوبايه الميه، ولما رجع فطبعا هو ناسي جدا النغمه اللي كان قايلها لانها نغمه جديده. فهو راجع لقى ان في تسفير في ودنه بالنغمه دي، فما جاش في دماغه وقال ايه ده، يعني النغمه دي مين اللي بيصفر في ودني بالنغمه اللي كنت لسه قايلها؟ هو كان بيساعده اصلا، كان طيب والله. فعموما جه وسجل النغمه وعدى الموضوع عادي، انه خلاص جت النغمه في ودانه وان هو بقى عبقري. يلا خلاص خلص كل حاجة والدنيا تمام، واليوم عدى على خير. طلع بقى خلاص حس بتعب وجسمه حالل عليه ومش قادر، طلع ينام في اوضته. وبحكم الدنيا هص وطبعا والدنيا حر في شهر 8، فالراجل في بيته على خير وقاعد بقى يلبس اللي هو عايزه، هو حر في بيته ولوحده. فبناء على الكلام اللي قاله الفنان عزت أبو عوف كان لابس ملابسه داخلي، فقاعد ونايم بقى. فبيقول ان هو حس ان ايه، حاجه داخلاله لسه ما راحش في النوم. من خرم الباب كده كأن خيط رفيع، مش انت اللي اتحديت دوق ما جنيت، وخيط رفيع قعد حبه بحبه بحبه يتشكل ويكبر لوش سلفادور شيكوريل، ويقرب منه حبه بحبه لغايه ما الوش اكتمل، وحبه بحبه يقرب منه، يقرب لغايه ما فيس تو فيس كده. وبعد ما حطه كده عمل له كده اني
لانه بيقول له اني، مش انت اتحديتني قلت لي خليه يطلع لي، زي بيقول له ايه، انه بيقول له ايوه انا اني اللي انت كنت عايز تشوفه وتقول له. هو عمل له كده. فطبعا بيقول الراجل يعني برغم ان هو بقى ظابط وقلبه جامد وجاحد وكده ومتعود على كل حاجه، ما استحملش الخطه دي. وكده هو بيقول كان يعني متعودين حتى في الحروب لو يحصل حاجه صاحبه مات جنبه ياخدوه ويشيلوه، متعودين على مناظر الموت وكده. فبس يعني القلب الجامد، ظباط طبعا قلبها قوي، بس مش متعود على المنظر ده. مش متعود. بس هو اللي دخل التحدي. حد قال لك ما هو بيقولوا ولاده عايزه تبعوه يعني اخواته ان هو عمره ما كان بيخوفهم، بس هو حتى يعني بيقول له كان بيساعده في التلحين وكان بيكمل له النوت الموسيقيه بتاعته وكده. طيب ليه تخش وتقول طب خليه يطلع لي وانا اوريه وانا اعمل فيه؟ طب اهو طلع لك، عملت ايه؟ طلع يجري بلبسه الداخليه في الشارع. اهو عايزه ابعوه في اللي قال مش انا. ومن ساعتها صدق بيه وجود الشبح لسلفادور شيكوريل، بس بيقولوا ان هو ما كانش بيظهر لا زوجته ولا ابنه، فهو بس اللي كان بيظهر. هل كان مرتبط جدا بوجوده بالقصر بتاعه ولا ايه؟ وكان من الجن المسالم الطيب. وفي طبعا انا عملت حلقات عن ان في فعلا وجود جن مسالم وطيب زي الشبح اللي كان صديق للفنان الراحل الله يرحمه الملحن عمر خورشيد. وطبعا اللي ما شافش الحلقه دي ممكن يشوفها، واللي هو قال له عن خبر وفاته قبل ليها يعني، ولما عمل الحادثه الغامضه وتوفى فيها وقال له قبليها. وده كان من شاهد وصديق مقرب من اسفه عمر خورشيد، لما قال له ارى انعكاس وجهك على شظايا الزجاج. وبعد كده لما سأله يعني ايه كلامك مش مفهوم، قال له ان هما كانوا بيكلموا بعض عشان تبقوا عارفين. قال له بعد كده ارى بركان احمر يتلألأ فوق جبال سوداء. وده فعلا حصل لما يعني حصلت له حادثة العربية دي، وفعلا كان الازاز دخل في رقبته وكان في انعكاس لصورة وش عمر خورشيد الله يرحمه على شظايا الزجاج. فانا بقول كده ليه؟ لو عايزين تشوفوا الحلقه كامله ممكن تشوفوها على القناه، بس انا بقول ان فعلا في جن طيب وممكن يبقى صديق الانسان، ومنهم الخواجه سلفادور شيكوريل اللي كان بيظهر لهم عادي. وبعد كده ابو الفنان عايزه تبعوه بيقولوا ان هو بعد خلاص ما صدق وشاف وعرف ان هو فعلا موجود تقبل الموضوع وصدق بوجوده، لدرجه ان هما بقى ايه مثلا رايح يعمل فنجان قهوه فما يلاقيش كبريت، كانوا بيلعبوا بقى بيعكسوا كده ما يلاقيش الكبريت، يجي مثلا يدور على الكنكه يروح ويجي كده يدور عليها ما يلاقيهاش، فيقول له انت بتلعبني ولا ايه؟ كان طيب كده. فده كان وجود الخواجه سلفادور شيكوريل اللي كان موجود في قصر عايزه تبعوه. عملت قبل كده الحلقه عن الموضوع ده، بس انا بتكلم عن والد عايزه تبعوه اللي ما كانش بيصدق بوجوده، ونفس الناس اللي مش بتصدق بوجود الحاجات دي حوالينا. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا اخواتي الغاليين. وطبعا لازم نداوم على الاذكار وقرايه القران. ربنا يحفظكم جميعا من شر اي حاجه وحشه. تابعوني في فيديوهات جامده ضخم في قناه بيت الرعب.